اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج احنا الشعب. اول امس كان احتفال ذكرى 6 ابريل. حركه 6 ابريل اللي قادتها مدينه المحله الكبرى في 2008، المدينه الوحيده التي نرفع لها القبعات جميعا، التي بدات ثوره 25 يناير من خلال ثورة 6 إبريل وانتفاضة 6 إبريل في 2008. المدينة الوحيدة في مصر جميعها هي التي انتفضت وقتل منها 6 أفراد واعتقل أكثر من 2000 شخص وفرض فيها حظر التجول لمدة أسبوعين. هذه المدينة حتى الآن لا يعترف باستشهاد الستة اللي شاركوا في هذه الثورة في هذه الانتفاضة، وما خدوش أي تعويضات ولا تم اعتبارهم من شهداء ثورة 25 يناير زي ما تم اعتبار أعضاء شهداء محمد محمود ومجلس الوزراء ومسبيرو من شهداء 25 يناير. المحلة الكبرى انتفضت في هذا اليوم. أول مدينة حرقت صور لمبارك كانت موجودة وتم حرقها، وقفت القطارات كلها، تم إغلاق محطات القطارات اللي في المحلة، واتقطعت المواصلات في المحلة، وظلينا أكثر من أسبوعين في حظر تجول، وكان هناك كر وفر شديد جدا بين الشعب وبين الشرطة. لكن حركة 6 إبريل كانت في لعبة أو في فكاهة بينهم وبين السيد أيمن نور. للأسف النهاردة بعض الإعلاميين سافروا له للبنان وعملوا معاه حديث. أنا مش عارف الاثنين الإعلاميين دمت راحوا يعملوا إيه هناك. رحتوا تعملوا إيه هناك على عمرو أديب، وإيه حيثية السيد أيمن نور. ما بقولش عليه الدكتور لأنه هو معهوش دكتوراه، هو بيضحك على الناس ولا اللي معاه دكتوراه واخدها من روسيا، وهو ما بيعرفش يتكلم كلمة واحدة روسي. ايه حيثيته وايه ثقله علشان تذهب لحد هناك وتعمل حديث معاه؟ عيب قوي على الاعلاميين اللي بياكلوا على كل الموائد ان هم يعملهم كل شويه يبقوا اتباع مبارك، بعد كده يبقوا اتباع الاخوان، بعد كده نرجع لحسني مبارك، نرجع لايمن نور. انا مش عارف كليتهم ايه. والناس الاعلاميين التانيين اللي عملوا حديث مع مرسي والدنيا كلها سهرت وكان مبسوط قوي ان هو اللي عمل حديث مع مرسي، النهارده برضه راح لايمن نور يعمل معاه حديث. هل هي دي توجيهات امريكا ولا توجيهات مين؟ انا مش عارف. نيجي لذكرى امبارح 6 ابريل. 6 ابريل النهارده احنا كنا بندعمها في بدايه تواجدها، لكن الى ان هذه الجماعه انحرفت عن المسار وحطت ايديها في ايدين الاخوان، وبقت هي والاخوان ايد واحده، وقفنا ضدها. وكان اول امس في قضيه ليا بحظر انشطه 6 ابريل، وموجوده في القضاء الاداري، ومحجوزه في قضيه احد الزملاء رفعها قضيه اخرى في محكمه الامور المستعجله في عابدين، والحكم فيها 28/4. هذه الجماعة النهاردة ما زالوا بيقول لك بيسموا ما حدث في 3 يوليو انقلاب، وما بيقول لك ثورة 30 يونيو دي ثورة. شوف بقى، يعني 30 يونيو ثورة انما 3 يوليو انقلاب. انا مش عارف، عايز افهمها ومش عارف افهمها ازاي. وما قالوش على ان المجلس العسكري في عهد المشير طنطاوي استولى على السلطة وهو اللي حكم، ما قالوش عليه انقلاب. يعني ما قالوش حاجة. بيقول لك استيلاء المجلس العسكري، إذا كان استولى هو استجاب لإرادة الشعب برضه، وهو بس هو اللي حكم. المشير طنطاوي هو اللي عمل الإعلانات الدستورية، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو اللي هو بيقوم مقام رئيس الجمهورية. ما قالوش عليه انقلاب، وهو مش انقلاب. أنا برضه بقول هو مش انقلاب. لكن النهارده في 3 يوليو لما تولى الرئيس عدلي منصور الحكم ورئيس المحكمة الدستورية قالوا ده انقلاب. هي دي حركة 6 ابريل بعد ان تم تمويلها من جماعة الاخوان المسلمين بتبيع ضميرها، وسهل قوي عليهم على هذه الحركة انها تبيع ضميرها وتبيع، يعني بيبيعوا باي مبلغ باي حاجة. شفنا النهارده محمد عادل لما كان
بدأت الحركات الثورية تثور على مرسي بعد ال100 يوم وبعد إخفاق مرسي في تنفيذ وعوده اللي قالها في ال100 يوم. محمد عادل طلع وانبرى يدافع عن مرسي وادوله فرصة و100 يوم شوية صغيرين. محمد عادل ده مين بقى؟ محمد عادل ده ابن أخت أحمد منصور. أحمد منصور مين؟ أحمد منصور مذيع الجزيرة القيادي الإخواني اللي ملوش خير في أهله، اللي أخته كانت في السجن من 20 يوم علشان 19,000 جنيه مش عارفة، ما رضاش يدفعهم لها لأنها مش إخوانية، واتفطمت بنتها اللي عندها سنة ونص، أخت دعاء، بقول دعاء السيد منصور امبابي عندنا من سمنود، رفض إنه يسدد دين لأخته شقيقته وسابها في السجن عشان 19,000 جنيه، إلى أن أهل الخير لموا لها وطلعت الحمد لله. يعني محمد عادل ابن اخت احمد منصور، عندنا ناس كتير قوي لها. عبد الرحمن عز المتحدث اللي كان بيقول لك حصل في رابعه في ضرب والطيران بيضرب في رابعه والطيران، فاكرين الحديث في فض رابعه اللي كان بيبلغ الجزيره وكأن القنابل والقاذفات والمقاتلات كله قاعد يقول القاذفات الاستراتيجيه يمكن اللي جايه من روسيا كمان كانت بتضرب في رابعه حسب ادعائه، اللي كان في ميليشيات الازهر، متصور في احداث ميليشيات الازهر. كل الجماعه ديت النهارده ثبت انها جماعه غير وطنيه، اللي بيضع ايده في ايد الاخوان حتى في هذه اللحظه يبقى راجل غير وطني، راجل بيساعد على تأجيج المشاعر، بيساعد على الانفلات الامني في البلد، مش عايز البلد تستقر، عايز الاقتصاد يقع من كثره المظاهرات. طب يا جماعه اهدوا، امتنعوا، ما تظهروش. انتوا عددكم كام؟ عارفين 6 ابريل امبارح عملت دعوة حشد ذكرى 6 ابريل. عملت المؤتمر فين؟ عملت مؤتمر في نقابة الصحفيين، وانا مش عارف مين اللي ادالهم مكان في نقابة الصحفيين عشان يعملوا المؤتمر، لكن ماشي هم عملوا المؤتمر في نقابة الصحفيين اللي بتصرف عليها الدولة على فكرة، بس حقهم عملوا المؤتمر. كام واحد حضر؟ 49 واحد على مستوى الجمهورية. هي دي قوة حركة 6 ابريل. 49 واحد حضروا مؤتمر احتفالية ذكرى السادسة ل 6 ابريل. 49 واحد، اعتقد ان كان نصهم من الاعلاميين كمان. 6 ابريل اللي انا عايز اقول لكم عليها هي مدينة المحلة، كل اللي في المحلة من 6 ابريل و22 فرد، ما هماش 23، ما هماش 23، 22 واحد، اللي هي المدينة اللي فتحت 6 ابريل. وبعيدها تاني وبأكد 6 ابريل اللي قامت بيها انتفاضة شعب المحلة وليس عمال المحلة. ناس كتير قوي بتخلط في ذلك. شعب المحلة بيزعل، الشعب هو اللي قام ونزل بالانتفاضة بالثورة. عمال المحلة قعدوا في المصنع ما نزلوش، قعدت معاهم كابتة حريتهم عائشة راتب وقعدت في وسطهم وقفلوا الابواب عليهم ما خرجوش. شعب المحلة هو اللي تحمل كل العبء، هو اللي شارك، هو اللي عمل كل حاجة. ممكن يكون بعض العمال انضم لهم بعد ما خرجوا او اللي ما راحش الشغل انضموا لنا في المحلة، لكن شعب المحلة هو من قام بانتفاضة 6 ابريل. انا عايز اقول هذه الجماعة ال 22 واحد عشان نقول الثوار، هم بيقولوا احنا ثوار. الثوار ده بيتمتع بايه؟ اخلاق نبيلة، التزام، خلق، ادب، هو ده السائر، احترام الكبير. لكن لان انا وضعت لافتات في مدينة المحلة بعد الثورة على طول، بعد ما شفت الهجوم على يسقط حكم العسكر، عملت يفط وقلت لافتات في المحلة كلها، قلت الجيش والشعب والشرطة ايد واحدة، احنا خلاص ده خلصنا من نظام مبارك، نتوحد بقى. حتى لو كانت الشرطة ارتكبت اخطاء او اي حد ارتكب اخطاء، خلاص طالما انضموا للشعب يبقى احنا نبقى معاهم. فما كان منهم الا انهم نصبوني العداء تماما، والسباب والشتيمه اللي في الفيسبوك كتير قوي، بس الحمد لله ما بعرفش اخش على الفيسبوك ولا بخش ولا بدور ولا يعنيني اللي يكتبوه ولا بقراه. لكن اللي انا عايز اقوله، جالي الدكتور عزازي علي عزازي الله يرحمه محافظ الشرقيه السابق، وكان في حفل تأبين لاحد اصحابه الناصريين
ذكرى يوم اعتقد ذكرى خميس او 40، وكان في نادي ثقافه المحله، والناس دي عرفت ان انا هناك بتوع 6 ابريل جم. آه، يعني ضرب ما انزل الله به من سلطان ليا وللدكتور عزازي، بصق في الوجه، شلاليت ضرب بالاقدام، لا احترام لكبير ولا اخلاق ولا دين ولا اي حاجه خالص. يقولوا ان احنا ثوار، شويه بلطجيه، شويه بلطجيه بعدها 10 مرات. ان جلستهم النهارده طبعا البوليس اللي جه طلعنا وحمانا انا والدكتور عزاز الله يرحمه، وطلعنا كانوا فوجئنا كانوا هم حوالي ال 22 واحد، جابوا كمان معاهم يجي 10 او 11 من الشركيين السويين ومش عارف وشباب مش عارف ايه السائر، شويه حركات كده، جمعوا حوالي 35 واحد في اليوم ده. وفوجئنا بالاعتداءات والسباب والقذف، منهم 4 بنات والله العظيم شتموني بألفاظ لو واحدة في شارع الهرم ما تقولهاش. طبعا كل سيدات شارع الهرم محترمين، أنا آسف لو واحدة سافلة ما تقولش إطلاق، لو رقاصة ما تقولش، ورقاصات والله ما تطلع منها الألفاظ اللي قالتها لي البنات دي بتوع 6 إبريل دول البنات. يعني لا أخلاق ولا ثوار ولا أبيض ولا أسود ولا عندهم أي تعامل ولا أي دين يعرفوه، ولا واحد كبير ولا الضيف الدكتور عزازي ينضرب علشان إيه؟ عشان إيه؟ النهارده جلستهم على فكرة هيتحاكموا جنائي بتهمة محاولة القتل يوم 20/4 عندي في المحلة، وبيترجوا النهارده عشان اتنازل لهم على القضية، بيترجوا وباعتين طوب الأرض عشان اتنازل عن القضية. لكن انا مش هتنازل طالما هم ما رجعوش عن اللي في دماغهم، ما عرفوش ان الوطن. والله انا اتنازل في حاله واحده، اذا قالوا احنا مع البلد ومع الشعب ومش هنحط ايدينا في ايدين الاخوان مره تانية، وقالوا وتابوا وانابوا، انا هتنازل لهم. لكن انهم يفضلوا يقولوا يسقط حكم العسكر، لا، قطع رقبتكم وقطع على صدركم كلكم انتم واللي بيهاجم الشرطه او الجيش. يعني انا هطلع فاصل واستقبل ضيفتي الاستاذه نور الهدى زكي. هنتكلم عن ذكرى 6 ابريل ومع ذكرياتها عن 6 ابريل. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه، وبرحب بضيفتي الاستاذه نور الهدى زكي الكاتبه الصحفيه والثائره المعروفه. اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك استاذ حمدي. اهلا بيك استاذه نور. امبارح كانت ذكرى 6 ابريل، و6 ابريل احنا شايفين النهارده ان قيادتها بدأت تاخد تبقى هي والإخوان في صف واحد، تصطف مع الإخوان، ودائما يهاجموا الجيش والشرطة. شايفة الحركة دي ازاي؟ يعني قبل ما اقول لحضرتك يعني انا شايفه الدنيا ازاي بالنسبه ل 6 ابريل، عايزه النهارده كنت بتكلم مع واحد من زمايلي واصدقائي الصحفيين اللي جوه مجلس النقابه. نعم. وبيحكي لي ازاي هم كانوا بذيئين بما فيه الكفايه، وازاي استخدموا الفاظ خارجه والفاظ منحطه بما فيه الكفايه، وانهم كسروا جزء من الرخام بتاع مدخل النقابه، حاجات كده يعني. مين اللي صرح لهم يخشوا؟ لا هم ما دخلوش، ما هي الوقوف على السلالم النقابه يعني ده ما خدوش، ما كانش تصريح، ما دخلوش جوه يعني. انا ما اعرفش هل هم خدوا تصريح بالوقفه ولا ما خدوش. انا عرفت ان هم حاولوا من خلال المنظمات حقوقيه، ان المنظمات الحقوقيه هي اللي تطلب. نعم. علشان ما يبانش ان 6 ابريل هم اللي بيطلبوا. ايه اللي تم يعني اللي عرفته بس مش متاكده منه ان هم خدوا تصريح بالوقفه ديت. نعم. ولكن الوقفه بتبدا ان هي للذكرى او لوقفه مياده وميري برضو كانت قبليها بكام يوم، وبتتحول بعد شويه لان اللي يسقط حكم العسكر والداخليه بلطجيه والحاجات اللي بتتقال كلها. فهي الحكايه دلوقتي بالظبط كده ان بيتم الاتجار زي ما تم الاتجار السياسي بموقف باستشهاد مياده واستشهاد ميري، بيتم الاتجار بكل شيء بالذكرى بتاعت 6 ابريل. يعني هم بيتاجروا سياسيا، بياخدوا المناسبه اللي بياخدوا عليها تصريح ثم يتاجروا لاهدافهم اللي بتقول لك يسقط حكم العسكر، وبتقول لك الداخليه، وبتقول لك الجيش، وبتقول لك الالفاظ المنحطه زي الهاشتاج المعمول على تويتر. كويس. فهي الحكايه كده بالظبط. ازاي دول يبقوا ثوار؟ يعني المفروض يتحلوا بنبل الاخلاق
والاحترام الكبير، وتبقى الالفاظ منضبطه، الناس يبقوا محترمين. يعني إزاي هو بيدعي هو إن هو مفلس، ثائر؟ هو مفلس. اه هو ما عندوش حاجة. الإنسان المفلس بيبقى ما عندوش حاجة يقولها، ما عندوش يعني حجة، فبيلجأ للترخص والهبوط بمستوى الخطاب. يعني انت ممكن تقول للي قدامك كل حاجة انت عايز تقولها بخطاب رائع وراقي ومحترم. يعني شايف لما حضرتك تستعرض يا أستاذ حمدي القرآن الكريم من أوله لآخره، شايف قد إيه تعليم البشر لغة الخطاب. نعم. وقد إيه اللفظ الراقي أقصى حاجة إنه يوسف يعني يمكرون المكر. يمكن أقصى يمكر الله. حاجة صح. إن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني أقصى حاجة إن الله يكره القبح في القول إلا من ظلم، إلا صح. من ظلم. فالقبح في القول يعني ليه هذا الترخص وهذا الهبوط بمستوى الكلمة؟ انتوا ما اتظلمتوش، احنا بلد كلها اتظلمت من اولها لاخرها، بستاتها برجالتها بمسلميها بمسيحييها باطفالها باللي ما عندهمش مله. البلد دي كلها من اولها لاخرها ظلمت اتظلمت. من عهد مبارك. ها؟ من عهد مبارك ظلم. اتظلمنا بسبب مبارك. لمده 40 سنه، نعم. فوق ال 45 سنه كمان. نعم. البلد دي تم تخريبها وتم تدميرها وتعرضت لعمليه تفكيك واحلال وتحلل، ومن أجل إنها تنتهي تماما. وكانت الرسالة اللي حوالينا اللي ربنا وريها لنا على عينينا حزام جهنم المحيط بينا. ليبيا في الغرب، والسودان تحت، في الجنوب، وحماس في الشرق، وسوريا في الشمال الشرقي. كويس. والعراق على البعد. 10 سنين العراق فيها امريكا بتعمل تحول ديمقراطي في بقى 10 سنين، اللي بقت الموت والقتل هناك زي النشر الجويه بالظبط. بقينا نسمعه، يعني ما عادش بيعنينا كتير. التفجيرات والاحزمه الناسفه والبراميل المتفجره والبشر اللي وانت بيموتوا بتسمعيه خلاص، يعني بقى يعني كأنه نشره حاجه جويه. عاديه. يعني ما عدناش بنتصدم او نفاجئ. سوريا اللي تحولت لدرع وريفها، ودمشق وريفها، واللاذقيه وريفها، والاحزمه الناسفه، القلب وياكلوه وياكلوا الكبد يعني واصبحت ايام الجاهليه ومستودع لجميع شذاذ الافاق اللي اتجمعوا من العالم كله، من افغانستان وباكستان وتركمانستان والسودان كل المرتزقه، واتجمعوا كلهم. هؤلاء مرتزقه ومجانين العالم اللي هم بيراهنوا على الموت، مش بيراهنوا على الحياة. ربنا خلق البشر علشان الحياة مش علشان الموت، فدول بيراهنوا على الموت. السودان اللي اتقسم وبيقسم في المتقسم لسه. كويس. وحماس اللي بتناطح بلد بحجم مصر وبتخرب في بلد بحجم مصر. وهذه حفرة البترول اللي فيها علم اسمها قطر، واللي بتقوم بنفس كشك على الخريطه. صح. واللي بتقوم بنفس الدور الوظيفي اللي كانت بتقوم بيه اسرائيل للاستعمار القديم. فقطر تقوم بنفس الدور الوظيفي اللي سماه الدكتور عبد الوهاب المسيري الله يرحمه ان اسرائيل دوله وظيفيه. صح. اصبحت حفره البترول دي ايضا دويله وظيفيه مزروعة في قلب المنطقة دي للقيام بالدور الوظيفي من أجل تدمير هذه المنطقة، وإنها تكون الدراع الأمريكي فيها. بمناسبة قطر بقى يا أستاذة نور، يعني طب إحنا ليه ما بنعملش مثلا قطر مباشر قطر زي ما هم عاملين مصر مباشر؟ ما بنعملش إحنا مباشر قطر ليه في قناة النيل؟ يعني ليه ما نعملش؟ يعني هل هم أكبر مننا أو أقدر مننا؟ ما إحنا نقدر نعرف الشعب القطري ازاي حكامه بيهدروا امواله على ليبيا وعلى مصر، على الارهابيين في ليبيا والارهابيين في مصر والارهابيين في سوريا. ده اهدار الاموال. يعني عارف يا استاذ حمدي، ما بنعملش ليه مباشر قطر ونقول كل الموبقات؟ تعرف ان الجزيره بتجيب موبقات العالم العربي، ما بتجيبش اي كلمه في قطر خالص. طبعا. لا هو يعني مع احترامي للقطريين كلهم، للشعب القطري، احنا بنتكلم على اداره. هي قطر تساوي ان احنا نعمل لها مباشر قطر؟ ما تسويش فعلا. يعني مصر
بس نعرف هتنزل الشعب، لمستوى قطر نعرف الشعب من بتاعه خلال اذاعاتنا اللي ومن بيعملوه. خلال مش طب مش ليه ما يبقاش لدرجه في قناه، مباشر ما يبقاش قطر، في مش لدرجه برنامج مباشر حتى في قطر النيل عندنا؟ يعني مش لدرجه مباشر قطر ابدا، ولكن يعني مثلا الجارديان نشر موضوع الاسبوع ده او من ايام بسيطه يعني على السخره في قطر والعبوديه في قطر، ده بمناسبه كاس العالم. وكيف يعامل العامل النيبالي، العامل الاسيوي الفقير نعم. في قطر، وكيف يتعرض للسخره. فموضوعات زي دي نعم. دي يعني تكسر هذه السياسة التي تدير حياة البشر على طريقة العبودية. قطر النهاردة زي ما بتدي سلاح وزي ما بتقوم بدور تخريبي، زي ما بتدي فلوس وبتدي دولارات. المشكلة أنا بعتبر النهاردة اللي بيروحوا قناة الجزيرة وبيمدوا إيديهم لدولارات قطر وفلوس قطر زي اللي بيشيل سلاح بالظبط. نعم. قطر بالنسبة لي زي إسرائيل، بس إسرائيل أهون. عارف ليه؟ لأن إسرائيل عدو عدو ظاهر. ظاهر، عدو ظاهر. عدو عدو استراتيجي. ظاهر طول عمرنا قدامنا. من واحنا أطفال إسرائيل عدو استراتيجي، الصهيونية عدو استراتيجي. طيب ما بالك بقى بهذا العدو اللي بيتكلم نفس اللغة بتاعتي، والمفروض ان نفس الامال ونفس التطلعات ونفس، يعني هذا هو ده العدو الاخطر. الدعاء بيقول اللهم اكفيني شر اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل فهو بهم. طبعا كانوا اصدقائنا. زمايلنا المصريين، انا هتقدم مذكرة لمجلس النقابة باعادة النظر في عضوية الصحفيين الذين ظهروا على قناة الجزيرة، توجيه لفت نظر وإرسال مذكرات بالتحقيق وإعادة النظر في العضوية. ما ينفعش لا أبدا. ده انا ارفع لك قضيه بسحب ترخيص مزاوله المهنه من نقابه الصحفيين على نقيب الصحفيين بالظبط لكل والاعلاميين. نظرا للظروف الخطيرة التي تعيش فيها مصر وللدور التخريبي والتدميري اللي قطر بتقوم بيه النهارده. ما ينفعش صحفي يظهر على القناة الأولى والقناة الثانية والقناة العشرة الإسرائيلية، فما ينفعش صحفي يظهر على تلفزيون الجزيرة. هي دي بالظبط كده. فعلا والله، ولا سياسي ولا أي حد يعني. بتوع 6 ابريل على فكرة بيطلعوا على الجزيرة. بس أنا أملك، يعني أنا بتكلم عن مهنتي، عن كوني صحفية، لكن نعم. سياسي دي هتبقى قصة تانية. اللي حصل كمان يا أستاذ حمدي إنهم خدوا 20 شاب 20 و20 وعملوا مناظرات والشباب يخبطوا ببعض، وكل واحد في دول كان بياخد $1000 في اليوم. كويس. وانا اتصلوا بيا بيقولوا لي قبل بقى حكايه الشباب دي، اول مره تعالي خدي 3000 انا اتعرض عليا $5000 في اليوم ل 10 ايام. قلت لهم قالوا اقعدي شهر وشهر ونص وبعتي لي جواز السفر. قلت لهم مصر لسه فيها ناس ما بتتباعش ولا بتتشري. فراحوا شتمني على الفيسبوك. فقلت للي اتصل بيا، قلت له يعني لو انت راجل اتصل بقى تاني. فطبعا هم عايزين يشتروا. مع الدكتور عمال علي حسن وعملوا كده يعني مع جمال زهران عليه جمال زهران اعتقد كمان. وخلي بالك ويحيى حسين عبد الهادي واحمد دراج. خلي بالك كل شويه السقف بينزل، مش سقف الفلوس، لا سقف اللي هم بيجيبوهم. اي حد عايزين اي حد يعني الاول كان بياخد الصف الاول من رموز السياسيه المصريه، وبعدين ينزل صف تاني صف تالت. دلوقتي اي حد معدي يروح قناه الجزيره. خلي بالك كمان يا استاذ حتى حمدي الوجوه اللي هناك يا استاذ نور الوجوه مش معروفه تقريبا. بالظبط. يقول لك انا صحفي وانا ما شفتوش قبل كده. صحفي فين؟ ايوه واحد مقدم نفسه على انه نائب رئيس الحزب الناصري كمان. ومفيش حزب ناصري اصلا. هو فين الحزب الناصري؟ مين ده؟ واحد يعني ما تقولي اسمه، ما هو قدم نفسه هناك يعني. احمد عبد الحفيظ، واخد بالك؟ راح قال نائب رئيس الحزب. هو في حزب ناصري؟ ما فيش حزب ناصري. فين الحزب الناصري اصلا؟ لم ينشأ الحزب يعني أصلاً يعني الحزب عليه صراع ومتفكك ومتنيل يعني بنيله يعني، ولا حزب ولا جرنان. وفي الوقت اللي كان المفروض الناصريين واليسار المصري هو اللي يقود التحرك في الشارع. انت كنت مدير التحرير العربي الناصري. انا كنت رئيس تحرير. رئيس التحرير العربي الناصري. فهي يعني والاحزاب اليساريه في مصر يوم 25 يناير و28 يناير وما بعدها كانت في الصفوف الخلفيه. كانوا الشباب اللي مش منتمين لاحزاب والحركه السياسيه اللي قويت مع وجود الدكتور البرادعي
وكان الشباب اللي مالهمش في السياسه هم دول اللي بيصدروا المشهد. مشهد صح. وكانت الاحزاب اللي كان منوط بيها ان هي اللي تقود التحرك الشعبي في الخلف ما كانتش موجوده اصلا، واخد بال حضرتك؟ شفتي احد الاحزاب الرئيسيه قالوا ان دول شويه عيال فهي كده يعني فقصد اقول لك ان لازم يبقى في تحرك ازاء كل من يظهر في تلفزيون الجزيره، وانا معاك لرفع دعوه والزام النقيب والزام النقيب باعاده النظر في عضويتهم او سحب ترخيص مزاوله المهنه، لان الحكايه لا يمكن تستمر مش هنقول دي حريه راي بقى، ده تخريب في الوطن. وبعدين هم بقى ايه يا استاذ حمدي، هم بيحسوا بالاهميه. هو هنا في مصر تلاقيه مثلا بياخد له 500 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ولا 5، بيروح هناك بياخد في اليوم من 1000 ل 3000 دولار في اليوم الواحد، واقامه ويقعد في فندق ويركب طياره ويحس بالتخمه. حتى تلاقيهم بيقولوا كلام اهبل كده، يعني عارف بيقولوا كلام ايه، مش لاقيين حاجه يقولوها، لان هو قاعد بياكل ويشرب ويتفسح وينزل الاسواق وعايش في فندق. طب هو القصه دي كلها تعني له ايه؟ فبيقعد ينحت بقى. انا شفت امبارح في حديث 2 صحفيين وبيتكلموا على احداث اسوان، وكأن النظام اللي مسؤول عن احداث اسوان والكذب اللي في النظام والتدليس والمجلس العسكري ما بعرفش ايه علاقه الدنيا دي كلها. ده خلي بالك كمان ان هم قعدوا فتره كده من يجي اسبوع ولا 10 ايام. نعم. من كام شهر يتكلموا على ان السيسي قتل. قالوا كده كتير. صحيح. واحد منهم بيكلمني، ده شبيه له. قلت له يا ابني انتوا كان عبد الناصر زمان بيوصف الروس بيقول لهم انتوا بتجيبوا معلوماتكم من بتوع البطاطا. فقلت له انتوا بتجيبوا معلوماتكم من بتوع البطاطا لحد يعني وكانوا بيرتبوا اوضاعهم، يعني عارف يعني لما تكذب الكذبه وتصدقها وتشتغل عليها وتشتغل عليها. فيعني ودي حاله معروفه في علم النفس. يعني لو واحد مثلا قصير فقعد يقنع نفسه ان هو طويل، هو بيصدق ان هو طويل. انا مش قصير ايوه بالظبط كده. فبيعيش حاله الانكار للواقع لحد ما يصدق الحقيقه اللي هو صنعها لنفسه. هم صدقوا ده، هم صدقوا ان هم مهمين، وصدقوا ان مرسي راجع، وصدقوا ان الدوله دي بتنتهي، وصدقوا ان السيسي طب احنا بمناسبه مرسي راجع بقى، طيب احنا شايفين، يعني انا شايف، مش عارف هل انت معايا، ان في بطء في المحاكمات، يعني ومرسي بالذات لما يتهم في قضيه تخابر امن دوله يحاكم مدنيا. لماذا لا تحال هذه القضيه الى المحاكم العسكريه؟ قتل 28 واحد في سجن وادي النطرون، مش فيهم كان 14 عسكري؟ يعني لا ده مش قتل بس، ده سرقه سلاح. واقتحام، ده اقتحام السجن وسرقه السلاح وقتل ضباط وتهريب مساجين. 14 ماتوا 28 واحد. لا التهريب 11000 مسجون. يعني ده سجن وادي النطرون، دي قصه كبيره قوي. لماذا؟ واظن تحقيقاتها كانت في عهد مرسي وفي وجود مرسي. انا ظني يا استاذ حمدي ان كل شيء جاي، يعني كل شيء جاي، يعني في ترتيب كده ما، يعني انا ما عنديش معلومه لكن انا بستنتج ان في ترتيب ما، وفي خطوات بتيجي فوق خطوات، وفي حاجات مترتبه على حاجات. يعني كل شيء جاي، كل شيء جاي له وقته. يعني حكايه ان قيادتهم ان شاء الله يوصلوا لحبل المشنقه ان شاء الله. البلد دي مش البطء يا استاذه نور. يعني انا في شوارزكوف رئيس رومانيا لو تفتكري، كان الحرس الجمهوري اللي كان موالي لشوارزكوف تماما كان يستطيع التغلب على كل الفرق الجيش اللي موجوده، علشان الثوار ينهوا على اي امل للحرس الجمهوري انه يرجع شوارزكوف في الحكم، اعدموه فورا. مش شوارزكوف، اسمه ايه رئيس الروماني؟ ما هو رئيس رومانيا. لا شوارزكوف لا رئيس رومانيا اللي قتل، اللي قتل هو ومراته. هو ومراته اللي اعدم هو ومراته. اعدم هو ومراته. لا شوارزكوف ده شاوشيسكو، نيكولاي شاوشيسكو. نيكولاي شاوشيسكو. أيوة انا اسف، انا جت في شوارزكوف بتاع نيكولاي شاوشيسكو. ايوه انا اسف يعني. احنا لان عارف ليه؟ لان احنا ارتضينا من البدايه، من اول ثوره يناير، بالمحاكمات الطبيعيه والمحاكمات القضاء العادي. ما دخلناش اصلا، ما هو بنفس المنطق. مين اللي قتل ثوار يناير؟ مين اللي عمل مذبحه ماسبيرو؟ مين اللي عمل محمد محمود 1 ومحمد محمود 2؟ مين اللي عمل مجزره مجلس الوزراء؟ ما انت لازم تجيب محمد محمود 1 ومحمد محمود 2
ده انت لازم تحاكم مدني، كله. نتكلم في مدني. آه. يتحاكموا طبعا. اه ده مدني. انا بتكلم على امن دوله في موضوع سجن وادي النطرون. اه ده امن دوله، ده قضيه تخابر. ازاي ومات فيها مدنيين وعسكريين وسرقه اسلحه دي و18000. جايه دي ما بتتحاكمش عسكري دي ليه؟ جايه اكيد دي جايه، لكن انا بقول لك ان احنا اصل المدني ارتضينا ده من هيقعد البدايه سنتين القضاء ثلاثه العادي، لسه. ارتضينا القضاء العادي. طب والى الان النهارده اللي هل قتل، مبارك خد حكم لحد اللي النهارده في قتل القضاء الثوار العادي؟ يناير ما حد شفناش حاجه. حد؟ وبعدين ده سيبك من قتل آه. الثوار، ده في تدمير بلد لمده 30 سنه. يعني في تخريب اقتصاد الوطن في 10 والوطنيه مليون وتجريف عندهم الوطنيه فيروس المصريه. سي، وفي 250 ألف واحد مصري بيضافوا على قائمة اللي عندهم كانسر كل سنة. احنا وصلنا ان احنا ناكل أطعمة مروية بمية المجاري. يعني مين اللي مسؤول عن ده كله؟ احنا وصلنا لان اثيوبيا بتهددنا. اثيوبيا اللي كانوا اللي كانوا بيبعتوا لها المعونه، وبيبعتوا لها الائمه، وبيبعتوا لها رجال الازهر يعني كان محمد فايق ده بيستقبل في اثيوبيا على انه راجل دوله، رئيس وزاره زي رؤساء الوزاره كده. حاجه كبيره. الحكام اللي موجودين في افريقيا دول تلامذته، دول ولاد الزعماء. هي اتجرأت علينا كمان. ايه؟ تجرأت هذا التجرؤ. هذا عايزه تعطشنا وتموتنا عطشا. هذا التجرؤ على مصر اللي من اثيوبيا الى قطر الى هذه الجماعه الارهابيه ليس منتج من منتجات الزمن اللي احنا بنعيشه، لكنه منتج من منتجات ال40 سنه اللي مصر فقدت دورها، ومصر اصبحت تعيش على المعونات، وتعيش على المواقف التي يتم بيعها وشرائها، وتعيش على انها اجنده الولايات المتحده الامريكيه. فقدت دورها، يعني الدوله استقالت من دورها في الداخل واستقالت من دورها في الخارج. تنازلت عن دورها الاجتماعي زي ما حضرتك بتقولي في الداخل وفي الخارج. فعندما تنازلت عن دورها في الداخل عندما تنازلت عن دورها في الداخل أصبح كل من هب ودب، وأصبحت هذه الجماعة الإرهابية والتنظيم الإرهابي استولى على المساجد والزوايا والمدارس والحضانات والمستشفيات والمستوصفات والجمعيات الشرعية اللي بتقدم الزيت والسكر وبتاخد بطاقة الانتخاب، وأصبح يملأ الفراغ اللي تركته له الدولة. صح. عارف لما الواحد بيخلع ضرس يا أستاذ حمدي بيبقى فيه فراغ، الضرس المقابل ليه بيملى الفراغ. صح. عندما استقالت الدولة المصرية من دورها تم ملء هذا الفراغ. فإحنا النهاردة بنحصد حصاد ال30 سنة اللي مبارك ساب الجماعات الإرهابية تستشري وتنتشر وتخش كل حارة وكل بيت، وضرب الأحزاب اللي ممكن تكون منافس طبيعي ليه على السلطة. فده هو ده النتيجة، واستقالت الدولة من دورها في الخارج، فهي دي النتيجة. نطلع فاصل أعزائي المشاهدين ونعود مرة أخرى. نرجع يا أستاذة نور ل 6 إبريل. احنا لحد دلوقتي عايزين، مش عارفين التمويلات بتاع هذه الحركة بتيجي ازاي. لماذا يهاجمون الجيش والشرطة وكأن انهم اعداء؟ يعني انا شايف ان هم اعدائهم للجيش المصري اكتر من اعدائهم للجيش الاسرائيلي. انت معايا في الكلام ده ولا؟ يعني هي 6 ابريل مرت ب3 مراحل. نعم. المرحلة الأولى اللي كانت مرحلة 2008، 6 ابريل 2008، بعديها على طول بعد أحداث المحلة. نعم. اللي صنع أحداث المحلة هم عمال شركة الغزل. شعب المحلة مش يعني شعب المحلة. ما هي المحلة، الناس اللي في المحلة كلهم في شركة الغزل. يعني المحلة اللي أنا عرفته لما رحت هناك. فيعني الست اللي قاعدة في البيت جوزها أو ابنها أو أخوها بيشتغل في الشركة. كويس. مظبوط. صح. فأنا رحت قضيت يوم كامل هناك، كان يوم 7 ابريل، وشفت المشهد على الطبيعة. نعم. وكانت المظاهرات بتبدأ يعني وتنتهي في ميدان الشون. كويس. الكر والفر كان كله الكر والفر. وكانت المحلة هي أول بلد مصري يسقط حسني مبارك. نعم. صح. وكان في عمود كبير قوي في قلب الميدان، وقعدوا يهزوا فيه، واول ما وقعوا الصوره وبداوا يدوسوا برجليهم على الصوره. اول ما الصوره وقعت والعمود وقع وبدا الدوس بالاقدام على الصوره، بدا الضرب.
بدأ صح. الرصاص الحي. واحنا ساعتها كانت معايا رشا عزب، وساعتها بقينا نجري في الشوارع الجانبيه، وكان في اطفال بيتخطفوا، وكان في يعني كان في ورمي غاز ما وما انتوا جيتوا اعرفش تاني ايه. يوم، اول يوم اه كان 6 ابريل ما كانش حد عندنا خالص، كنا احنا المحلويه بس. لا احنا جينا اه تاني يوم. فالمحله هي اللي اسقطت، بدات اسقاط مبارك، اسقاطه بشكل فعلي، يعني عارف. اه وقطعنا القطر ياما، وكانت جديده اه قوي على الشعب المصري فهي ايه اننا دي نقطع المرحله القطر. الاولى. بعديها على طول يعني اللي حصل يا استاذ حمدي ان 6 ابريل ملهاش علاقه باحداث المحله. خالص. يعني اللي عمل الاحداث هم المحله، و6 ابريل هنا في القاهره، واخد بالك. ما اعرفش وعملوا الايفنت على اه الفيسبوك واستثمروا الحدث. فده كانت يعني البدايات، كانت بدايات التألق وبدايات الانتشار وبدايات زي ما ترمي كده بذرة في تربة مناسبة. ده اللي حصل بالظبط. دي المرحلة الأولانية. نعم. وفي المرحلة الأولانية دي تم الاتصال بينهم وبين منظمات دولية وتدريب دولي وأكاديميات دولية ومعرفش إيه، وكانت بتتم عملية إعداد الشباب للحظة الآتية في مصر، اللحظة القادمة. نعم، اللي كانت هي كل احمد الناس صلاح والناس اللي كانوا معاه. كانت كل الناس في مصر بتتكلم، الكتاب والصحفيين والمثقفين كل ده بيتكلم على ايه؟ على ان كل شيء في مصر اتقال، وفي حاجه لسه هتتعمل. يعني قلنا كل حاجه، ناقص الفعل. طب معانا الدكتور حازم عبد العظيم. الو الو، خط قطع، الفصل الخط قطع. طب يا ريت يا جماعه تشوفوه تاني. طيب فهنا ايه؟ فمصر كلها كانت مجهزه ومهيئه ومستعده للحظه الفعل. نعم. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه اللي هي ثوره يناير وما بعد ثوره يناير، كان ليهم دور. وتقدم الشباب بتوع 6 ابريل، والشباب اللي كانوا مع البرادعي، والشباب الاشتراكيين الثوريين، والشباب اللي مالهمش انتماء، والشباب اللي من كل فج يعني اتقدموا على انهم صناع الثوره وابطال الثوره. نعم. وما كناش احنا واقفين عند ده، وتم ابتزاز النخبه المصريه ورموز العمل السياسي المصري. زي مين؟ يعني اليسار القديم كله. نعم. اللي حس ان هو عاجز وان هو عجوز، يعني عارف. فالشباب تصوروا في لحظه ان هم اللي ما دام تقدموا الصفوف يبقى هم صناع الحدث، هم صناع الثوره، واحنا ساهمنا في ده وسكتنا. طب الو. ايوه معايا الدكتور حازم عبد العظيم. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا استاذ حمدي، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازيك يا دكتور؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك بكل صحه وسلامه، اهلا وسهلا بيك. انا سمعتك النهارده بتتكلم حلو قوي عن 6 ابريل في الاون تي في الصبح. ايوه. انت شايف احتفالات 6 ابريل امس كانت عامله ازاي يا دكتور؟ وهل هم لهم ظهير شعبي ولا لا؟ هو الحقيقه حركه 6 ابريل يعني فشلت تماما الحقيقه، لان وقعوا في اخطاء قاتله. انا كنت من اكثر المدافعين عنهم جدا في 2011، ودعمتهم معنويا واكثر من معنويا الحقيقه كمان في 2011 يعني. لكن التطورات اللي حدثت منذ تولي مرسي الحكم ابتديت احس ان في اختراقات اخوانيه واضحه جدا. نعم. وكان دورهم بعد 30/6 و3/7 ما كانش المتوقع، وقعدوا يقولوا انقلاب ومش انقلاب. ايوه. زائد طبعا ان التسريبات اللي طلعت عليهم، صرف نظر بقى التسريبات اللي تتكلم عن خصوصيه ومش خصوصيه، ده قضيه اخرى ممكن نتفق في حاجات فيها يعني. لكن اللي طلع ان في تمويل في ويسترن يونيون، تحويلات، وفي تدريبات في صربيا وكلام من ده. انا وكلام كوندوليزا رايس مع احمد صلاح اما قالت له احنا بالظبط، وكلام كوندوليزا رايس مع احمد صلاح. علامه الاستفهام هنا ايه؟ ممكن جدا الشباب في البدايه يكونوا مش واخدين بالهم انه كانوا فاكرين امريكا راعيه للحريات والديمقراطيه في الشعوب، وكانوا مخدوعين، وارد جدا على فكره. نعم. لكن لما يبقى بعد ال3 سنين والامور بقت على المكشوف ولا على الترابيزه تماما، المخطط ضد الدوله المصريه، وتفضل يعني مصر على رايك ولا تراجع افكارك، وتهاجم كل من ينتقدك بمنتهى قله الادب والسفاله زي ما شفنا. نعم. يبقى هنا في حاجه مش مفهومه.
يعني لما بتقول له في تحويلات لويسترن يونيون للاخ محمد عادل، ولما محمد البلتاجي يوم ما يتقبض عليه من اول الناس اللي شكرهم محمد عادل. ايوه لا بقى، يبقى في حاجه مش مظبوطه. احنا بنتكلم مظبوط بمنتهى كده. الهدوء والموضوعيه، ولا بنهاجمهم بدون سبب. هم قالوا ان هم هينزلوا مظاهره الاحتفال براحتهم، لكن لما ينزل يقول ان انا مش هدي اختار واتحدى الداخليه، لا كده بقى انت مظبوط. بتعمل نفس الغلطه تاني اللي كنت عملتها قبل كده. بس واضح ان امبارح ان هم عملوا ايه بقى، لموا نفسهم ووقفوا على سلم النقابه كام واحد كده وقالوا كلمتين ومشوا. كانوا ولا 49 واحد يا دكتور حازم على فكره، ما هو بالصحفيين خلاص والإعلاميين. يعني بالصحفيين اللي موجودين اللي بيغطوا المكان. انا حقيقه حزين عليهم وحزين على عدم مراجعتهم لافكارهم. يعني هم الشباب دول لو نعم. كانوا نظفوا نفسهم وقالوا كان في بعض الشباب في رموز الحركه كان ليهم تمويلات واحنا بنتبرع بينهم، وكانوا خدوا خط وطني مع الجيش والشرطه في الظروف القاسيه اللي احنا فيها، كانوا كسبوا الدنيا كلها، كانوا كسبوا مظبوط. كل الناس. لكن اصرارهم على خط الشمال ده حاجتين، يا اما اغبياء يا اما ممولين. او ما الاثنين. عنديش هما الاثنين يا دكتور. او الاثنين. الاستاذه أنا ما نور عنديش هدى زكي معانا بتقول لك او الاثنين. دكتوره هدى ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا دكتور حازم. اهلا ازيك؟ يا فندم. يعني بيصعبوا علينا طبعا، احنا ما بنحبش ولا نسيء لحد ولا نشتم حد، ده مش هدفنا، احنا بنوصف الواقع. لكن هم خسروا الشارع، خسروا احترام الناس، ما يقدرش يمشوا في الشارع دلوقتي يقولوا احنا 6 ابريل. فيهم شباب مغيب، ايوه في شباب ما زال مغيب وبيضحك عليه، لكن احمد ماهر شفناه، وشفنا محمد عادل. طارق الخولي من الشباب الممتاز انفصل عنهم من فتره لما حس ان السكه مش مظبوطه لا صح وضم للصف الوطني. احنا بنقول اللي لينا واللي علينا الحقيقه. مظبوط. لا طارق الخولي من الناس المحترمين فعلا يعني. ده حقيقي. انت تعرف يا دكتور حازم انا امبارح كنت في في احدى القنوات الفضائيه، وكان معايا محمد كمال المتحدث الرسمي باسم الحركه عندهم. لقيته بيقول كلمه مهمه قوي، قال لي انا ابوس حذاء اي حد يحقق للوطن ويرفع مستوى معيشه المواطنين ويحقق اهداف الثوره. قلت له والله حاجه رائعه جدا. طب لو السيسي عمل الكلام ده؟ قال لي لا. فجأة كده كأن تعبان قرصه. لا السيسي لا. لا طب ما انت تقول اي واحد يحقق اهداف الثوره، عيش حريه عداله اجتماعيه. انت بتقول هتبوس حذائه، انا معاك وانا معاك ابوس حذائه. طب لو السيسي عمل كده؟ قال لك لا السيسي لا، السيسي مش هيعمل ولقيته كأن تعبان قرصه فعلا يعني. عارف حضرتك ده معناه ايه؟ أيوة. معناه نمره واحد ان الثوره بالنسبه لهم غايه مش وسيله. نعم. وده غلط. اي صح. ثوره في الدنيا هي وسيله لوطن افضل. طالما المشكله مين يحققها عندهم مشكله فيها. الحاجه الثانيه عندهم دوجما، قوالب فكريه بقت زي ايوه حلوه الدوكما ديت، انا عايزها اسمعها منك من الصبح ما سمعتهاش. انا كتبت مقاله في اليوم السابع، وفي مقاله بكتبها ان شاء الله برضو بكره على فكره الدوجما. الدوجما عباره عن قوالب فكريه جامده، نعم. بتتحول الى صنم البني ادم بيخش جواها ويتم تكفير اي حد يخرج منها. فتحولت ثوره يناير اللي ليها اهداف مستحقه وحضرتك نزلت فيها وانا نزلت فيها والدكتور هدى نزلت فيها من اجل وطن افضل، الى صنم اللي بينتقد حاجات كانت سيئه فيها بيعتبروه خاين وعميل او خاين وبيشتموه. نعم. فهؤلاء الشباب الحقيقه اتغسل مخهم بطريقه خاطئه جدا. وفي اللي ما زال بعض الكتاب والادباء الاعزاء عليا بصراحه مش عايز اجيب اسمهم دلوقتي، لكن ماشيين في نفس الخط. عوده الدوله القمعيه وعوده نظام مبارك وعوده كلام فارغ. نظام مبارك انتهى خلاص. ولن يعود. ولن يعود. شويه ناس في الحزب الوطني موجوده في المحافظات واحنا عارفينه بيحاولوا يركبوا فين وشمال، بس خلاص العصب الرئيسي وشبكه المصالح المدعومه بنظام سياسي انتهت. نعم. فمحدش بيفهمهم، محدش بيوعيهم، لكن في كل الاحوال فيهم بعض الشخصيات عليهم علامه استفهام خطيره وليها علاقه باجهزه مخابرات ودول ومنظمات بتمول. ما ينفعش الناس دي نقول عليهم وجهه نظر ولا ده حريه تحرك سياسي، لا. بمناسبة الإعلاميين يا دكتور حازم، أنت النهارده شفنا في 2 من الإعلاميين عملوا حديث مع أيمن نور. راحوا له لحد هناك، إيه حيثية أيمن نور عشان يروحوا له لحد هناك؟ شوف حضرتك بقى، حضرتك برضه يعني متابع كويس جدا الشأن السياسي وشايف الإعلام وإيه اللي بيحصل في الإعلام. الإعلام ده بقى قصة تانية خالص بقى. من بعد 30 يونيو شفنا حوالي 4-5 إعلاميين واخدين سكة كده
يعني ما يعلم بها الا ربنا. وفي منهم ناس كانت بتمدح في عمر سليمان وفي نظام مبارك، وفجاه دلوقتي بقى كل هجومهم على الجيش والشرطه فجاه كده. زي يعني مين يا دكتور حازم؟ يعني عايز تحب اقول اسماء؟ يا ريت. خلاص هقول اسماء. ان انت عارف حضرتك ان انا اصلا ما بيهمنيش حد. نعم. الاخ يسري فوده. يسري كويس؟ فوده. انا مش بقول عليه اي شيء غلط. ومين يعني تاني؟ انا واخد بال حضرتك اللي انا بقوله ان انت واخد خط سياسي من اول 30 يونيو بيستهدف حاجات معينه. ومين تاني؟ صديقنا العزيز محمود سعد. محمود سعد. كويس؟ 3. طبعا الاراجوز، ما هو بيقول على نفسه اراجوز، فما مش مشكله، دي مش سب وقذف يعني. الاراجوز باسم يوسف. 4. في نوع بقى تاني حضرتك، وطبعا عمرو الليثي الصديق العزيز بيجيب ايمن نور وبيجيب عبد المنعم فتوح وبيجيب عمرو حمزاوي براحته. انا يعني عايز اقول ايه، ده خياره الاعلامي. طب عمرو اديب اللي راح لايمن نور هناك وعامل سجل معاه. بص عمرو اديب انا مختلف شويه في الحته دي، ان عمرو اديب اعلامي بتاع كله يعني. ليه مواقف كويسه جدا، وساعات يحدف شمال وساعات يحدف يمين، هو اعلامي يعني. نعم. وبعدين عمرو اديب يعني انا بحب خطه الوطني الى حد كبير يعني. ده انطباع الشخصي. بس احنا هو ايمن نور حيثيته ايه علشان نروح له لحد لبنان ونعمل معاه حديث يعني؟ علامه استفهام بصراحه. هل انا بشجع السياحه في لبنان مثلا؟ يعني لما يجي مصر ماشي عايز تعمل معاه لقاء لكن تسافر له مخصوص. هل انت عايز تكسب مكسب اعلامي كبير؟ حسابات عمرو اديب بصراحه غريبه. يعني عمرو الليثي لما سافر له لبنان خلاص عمرو الليثي واضح ليه خط واضح من ايام الاخوان وبعد الاخوان، وهو راجل ايه بيؤمن بالمصالحه، ويعني الاخوان بيحبهم يعني. هو عمل يعني حديث مع مرسي اصلا يعني، ما كان مرسي اصطفاه من بين الاعلاميين وعمل حديث معاه. بشكرك الدكتور حازم عبد العظيم، شكرا جزيلا. واعود للاستاذه نور الهدى. استاذه نور، نتكلم عن الاعلاميين. انا عايزه افرق يا استاذ نعم. حمدي بين يعني انا صحفيه بشتغل نعم. بقالي 30 سنه صحفيه. نعم. عايزه افرق بين الخط السياسي والخط المهني. نعم. اذا اتكلمنا يعني حضرتك دكتور حازم، اي حد تاني بيتكلم برؤيه الخط السياسي. نعم. انا بتكلم بمهنيه. نعم. يعني انا لو انا ببيروت او لو انا عندي محطه هروح اعمل حوار مع ايمن نور، كويس. نعم. ولو في امكانيه ان اعمل حوار مع سوزان مبارك هعمل حوار مع سوزان مبارك. نعم. لو مع حسني مبارك اعمل مع حسني مبارك. هنا بصرف لا النظر الثقل بتاع ايمن نور ايه علشان انا جايه لك اهو. أيوة. بصرف النظر عن رايي فيه من الناحيه السياسيه. نعم. كويس. المهنيه ما فيهاش فيها الحياديه. فيها الحياديه. بالعكس. انا لما اجيب ايمن نور ويقول الكلام اللي هو بيقوله يعني الكلام اللي هو يعني الغث قوي، واخد بالك، فهذا اللي يسقط منه زياده. اللي يسقط منه زياده. نعم. خليني اصنع راي عام ويشوف اللي سقطوا دول سقطوا ازاي. النهارده لو حد عمل حوار مع البرادعي ترفع له تعظيم سلام. البرادعي يعني عنده اللي يقوله، ولو حد عرف يوصل له لازم تديله تحيه. ده يبقى اسمه خط مهني. نعم. مهني وبس. فلازم انا طول الوقت انا كان عندي مشكله ان انا السياسي بيتدخل مع المهني، السياسي بيتدخل مع المهني. لكن لاني ابتديت في الاذاعه المصريه فعرفت ازاي اعمل يعني كنت في وقت من الاوقات بكتب الرئيس مبارك قابل وغادر واستقبل وما اعرفش ايه، بقعد اكتب ده. هي دي المهنه كده، هنعمل ايه؟ الله غالب يعني. فلازم ايه يعني. لكن لما اروح اقف على سلم النقابه انا مش واقفه بصفتي المهنيه، ولا بمسك الكاميرا ولا بمسك القلم ولا بمسك الورقه كده. نعم. خلاص خلصت. فهي الحكايه كده بالظبط. عمرو مهني من الطراز الاول. نعم. اللي يقابل ايمن نور، اللي يقابل المشير طنطاوي مثلا، يا ريت. انا حاولت اقابل مختار الملا ما عرفتش، كويس. عايزين الناس دي تتكلم. مصر لسه فيها كتير ما اتقالش، فيها حاجات كتير قوي ما اتقالتش. دي اسرار لسه طبعا. فهي الحكايه كده بالظبط. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا كنت عايزه يعني انا كنت كلمت حضرتك على المرحله الاولى. نعم. المرحله الثانيه بقى اللي هي بعد الثوره وبعد ما جه محمد مرسي بعد فندق الفيرمونت. بعد
لما وقفوا مع مرسي، وكان ده قبل اعلان نتيجه مرسي. وكان احمد ماهر كمان في التأسيسية. ايوه كان احمد ماهر بيجوب المحافظات مع محمد البلتاجي للدعوة لدستور الإخوان. كويس؟ اللي كان فيه ممكن نتنازل عن ارض مصر ويغير العالم المصري. هم 6 ابريل يعني ادوا الشيك للاخوان على بياض للاخوان. بمقابل ايه؟ يعني طلاقه المصالح. نعم. وكل طرف حسب حسابه. نعم. واحمد ماهر كان عضو فين؟ في التأسيسية. مظبوط. كويس؟ فدي المرحله الثانيه. تمام. المرحله الثالثه بقى اللي هي مرحله السقوط، عندما سقطت الأقنعة عن كل اللي احنا كبرناهم وطلعناهم وحطيناهم فوق راسنا من فوق، سقطت 6 ابريل ايضا، لان المرحله اللي احنا عايشينها ما بقتش مرحله المجلس العسكري ولا مرحله مبارك ولا مرحله مرسي، ده بقت مرحله الدوله المصريه والحفاظ على الهويه الوطنيه المصريه. واللي مش معايا يبقى بيوقع الدولة دي ويبقى ضد الدولة دي. أنا النهاردة بنتقد حاجات كتير وضد ممارسات وانتهاكات بتتم، لكن أنا جوه الإطار وجوه الحفاظ على الدولة دي. بالعكس. نعم. يعني أنا وإنت لما ننتقد فإحنا بنحمي بنوجه نحمي هذه الدولة كمان. لكننا إحنا بتوع الوطن ده وبتوع الدولة دي اللي ملناش غيره واللي بنحافظ عليه. لكن النهارده لما تقول لي يسقط حكم العسكر، يا صديقي ويا صاحبي انت اخطأت في الحته دي، فالحق ارجع. لما تقول لي يسقط حكم العسكر، ولما تقول لي السيسي، ولما تقول لي ما اعرفش ايه والكلام ده كله، انت مين؟ انت مع مين وضد مين؟ تحددت الخنادق وكل واحد عارف هو واقف في انهي خندق. انت واقف في خندق الوطنيه المصريه اللي منذ ان تأسست الدوله دي، منذ اساسها محمد علي والجيش المصري اللي بدأ بذوره محمد علي، جيش إبراهيم باشا وجيش عرابي وجيش عبد الناصر. انت مع هذه المدرسة الوطنية ولا انت ضد ده؟ لو انت ضد ده انت بتخدم على الإخوان وبتخدم على الفوضويين وبتخدم على تركيا وقطر وبتخدم على الأمريكان. هذه المنظومة الواحدة. كويس؟ أنا ما أقدرش أفصل. انت عارف أردوغان قال النهارده؟ قال إنه سيقبل كل طلاب الإخوان المفصولين من الجامعات في جامعات تركيا. طبعا يعني طبعا. شوفي التحدي للدولة المصرية ازاي. طبعا. هي قطر بتعمل ايه النهارده؟ يعني هو بيؤجج. يعني انا اطلع النهارده اعمل مظاهرة علشان اطلع اتعلم في تركيا، وهيديني الفلوس ويصرف عليا كل حاجة طبعا. لان هو بيقوم بدور وهو عنده جدول اعمال. جدول الاعمال بيقول النهارده خرجوا من مصر، قاعدين في قناة الجزيرة، بكرة اترحلوا لندن. نعم. تميم في السودان، تميم في الأردن، تميم في تونس، علشان يرتب لهم أوضاعهم، وعلشان جدول الأعمال فيه مرحلة تانية. احنا داخلين في مواجهة كبيرة، واخد بال حضرتك؟ فهي الحكاية كده بالظبط. النهارده انا لا استبعد ابدا ان اللي حصل في اسوان دوت ليهم كل مرتب ليهم ترتيب ما فيه، واخد بال حضرتك؟ فهي احنا في المرحله الثالثه، مرحله غروب 6 ابريل. لان 6 ابريل دخلت على المفتاح الغلط، مفتاح الهويه والدوله الوطنيه المصريه. النهارده الناس بتكره بتوع 6 ابريل بصرف النظر بقى عن احمد ماهر والتمويل والكلام ده كله. اسم 6 ابريل بقى اسم نشاز النهارده بصرف النظر عن كل ده. لان هو دخل على الشعب المصري اللي بيحب دولته وبيحب جيشه وشرطته بتحميه وبيتطلع للامل وللمستقبل عشان يبني الدوله دي. هو دخل على الطريق الغلط، على السكه الغلط. فهنا مش بدا النهارده ولا امبارح. بدا غروب 6 ابريل. عايز احكي لك واقعه بسيطه جدا. في سنه 2010 لما اسرائيل ضربت غزه، رحنا وقفنا قدام، كانت مصريات مع التغيير هم الستات الوحيدات اللي راحوا وقفوا قدام السفاره الاسرائيليه. كويس؟ جبنا احمد ماهر، انا وشاهين مقلد. جبنا احمد ماهر الساعه 8 الصبح، كان في التجمع الخامس، وقابلناه قلنا له يا احمد عايزينكم تقفوا معانا، احنا مش فاهمين حاجه.
احمد قال واختفى احمد ماهر ولا رضي يرد على تليفوناتنا وقفل التليفون. هو ده احمد ماهر، ما ظهرش وما ظهرش. قال واحنا بنقول له تعالى اقف معانا قدام السفاره الاسرائيليه. لا لا مش احمد ماهر. طيب يعني السؤال الاخير بقى، انت شايفه ترشيح النهارده في 4 واصبحوا من المرشحين المحتملين، المشير السيسي وحمدين صباحي مرتضى منصور هدى ليسي ناصف. طب نرد على هذا السؤال بعد الفاصل. اتفضل. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانية من جديد، وبرحب بضيفتي الاستاذه نور الهدى زكي الكاتبه الصحفيه. اهلا وسهلا فندم. اهلا بيك. نستكمل السؤال يا استاذه نور. ترشيح السيسي وبعدين حمدين صباحي هم اللي قدروا يجمعوا كم كبير قوي من التوكيلات. امبارح ترشح المستشار مرتضى منصور، وبعد كده هدى ليسي ناصف اعلنت ترشحها النهارده. وده على فكره انا بطالب حتى اللي بايدوا السيسي انهم ينتخبوا نور الهدى، ينتهوا هدى ليسي ناصف، لان انا فعلا المراه لها دور رائع في 30 يونيو في الاستفتاء. نسب الحضور بتاعها هي انا بتهيألي هي اكثر مش وطنيه بقى، يعني هي سياسيه اكتر من الرجال فعلا يعني. وانا قلت على الهوا كذا مره ان ضروره ان تكون رئيس الوزراء القادمه وسيده. هو عارف يا استاذ حمدي، يعني كل الناس اتكلمت عن دور المراه. نعم. وعن المراه في الثورتين، وعن المراه اللي دفعت الثمن، وعن المراه وفي لا بسم الله ما شاء الله صوتكم ما بيتعبش، احنا صوتنا بينبح وانتوا لا. لما تيجي على الاستحقاقات كله تظهر ثقافته الذكوريه المضاده للمراه. وخلي بالك ان في ستات هم اكثر ذكوريه من الرجاله في نظرتهم للمراه. الستات بيغيروا من بعض قوي، يعني ما يحبوش الست تبقى قائده، تكبر عليها او تعلى تبقى قائده او تتالق او حاجه. ده في السيدات نفسها. في الستات نفسهم طبعا. نعم. فاحنا عندنا ميراث ثقافي مضاد للمراه، ومضاد للفقراء، ومضاد للسود، ومضاد للاطفال الفقراء، ومضاد للفلاحين اللي لابسين جلابيه. احنا عندنا البلد دي مليانه تفرقه، مليانه عنصريه. عندنا امثله كبيره جدا للمراه ما تولت قياده. عندنا انجيلا ميركل، عندنا انديرا غاندي، احنا ما عندناش. احنا ما عندناش. احنا عندنا تهاني الجبالي اللي اتحط لها ماده دستور، يعني بيقولوا لك دستور تهاني. هو ده شرف بعده شرف. يعني انا كنت مسميه دستور تهاني. يعني شايف هم لما بكلمك على العقليه. أيوة وظني ان الفيلم اللي عمله محمد مرسي اللي ما كانش عايز يحلف قدام المحكمه عشان تهاني، يعني عارف هم مش متصورين انهم يقفوا يحلفوا قدام واحده الست بالنسبه لهم هي ماده للاستخدام في البيت او الاستخدام في المظاهرات. وديك شفت في الاخر لما طلعوا ستاتهم اعتمدوا على السيدات بس. لما طلعوا ستاتهم طلعوهم يعملوا ايه؟ يعني مظاهرات نسائيه. طلعوهم يحرقوا، وطلعوهم يمشوا وراهم، الرجاله تمشي ورا الستات، وطلعوهم يكسروا، وطلعوهم يعروا استاذه الجامعه، وطلعوهم يعملوا حاجات ليس لها علاقه بالاداء السياسي خالص. لو بتخبي الاسلحه كمان لا ملهاش علاقه بالسياسه. احنا طول عمرنا بنطلع في المظاهرات لا مسكنا طوبه ولا شتمنا ولا مسكنا مولوتوف ولا عملنا الكلام ده كله، علينا ولساننا بس. فهي المراه لما جينا بقى في التاسيسيه راحوا حاطين ايه 5 ستات والباقيين. شوفي كانت اقوالهم وعندك ايه. شوف ام ايمن كانت بتقول ايه. وعندك 45 راجل. كويس. لما جينا في الوزاره راح حاطين ايه اظن 3 ستات في الوزاره. فهي الحكايه كده 3 4 يمكن. فهي الحكايه كده بالظبط. احنا في يعني بنتكلم كتير عن المراه، والمراه موجوده طول الوقت، لكن عند الاستحقاق وعند المواقع القياديه ما تلاقيش المراه. وحتى الان في مجلس الدوله يرفضون ان تنضم المراه. ال 25 بنت اللي راحوا ورفضوا يدوا لهم الطلب النموذج اللي بيتملي. ودخلت في ديبيت السفيره ميرفت التلاوي مع المستشار رئيس مجلس الدوله تناغو ابراهيم تناغو دلوقتي. واشتكاها واشتكاها المستشار الرئيس عدلي منصور. والسفيره ميرفت داخله في مواجهه حقيقيه الحقيقه. يعني فهي الحكايه كده. يعني احنا عندنا الدستور بيقول المواطنين لدى القانون سواء، لا تمييز بينهم على اساس النوع او الجنس. لا والقضاء ونص على القضاء كمان بالذات. فهي الحكايه كده بالظبط. احنا في معركه مع ثقافه هذا المجتمع.
نعم. الذي يجعل المرأة مواطن من الدرجة الثانية ومواطن من الدرجة الثالثة، مش في معركة مع الاستحقاق في المنصب، لا احنا في معركة مع ثقافة المجتمع دوت. ثقافة المجتمع نفسه. وبعدين في الآخر لما يلاقي البنت اتقدمت ووصلت لازم يضربها في أخلاقها، واخد بالك؟ هو عارف نقطة الضعف، التحرش بيها هو ما بيتحرش بيها تحرش جنسي، ده بيتحرش تحرش سياسي، هو مش عايزها تظهر، مش عايزها تبقى موجودة في الصورة. فاكر الإخوان لما كانوا بدأوا يتحرشوا بالبنات اللي كانت بالظبط. تنزل تحرية؟ هو مش عايزهم ينزلوا، وفعلا كانت البنات امتنعت من لأن هم النزول. لما بينزلوا بيعملوا حاجتين، الحاجة الأولانية إنها بتوصل رسالة للراجل إن أنا موجودة وأنت مش موجود فبينزل. نعم. الحاجة التانية إنها بتوصل رسالة للست إن ما تخافيش ده أنا موجودة، فبتنزل هي كمان. فوجود المرأة في الشوارع وفي الميادين بيدي رسالة للراجل وللمرأة، بيطمن الدنيا يعني. فطبعا ده بالنسبة نرجع لترشيح السيسي وحمدين صباحي ومرتضى منصور. يعني أنا يعني كويس قوي. التوكيلات اللي جت كتير قوي، التوكيلات السيسي عدى طبعا بكتير قوي، لكن هي الحكايه بالنسبه للمشير عبد الفتاح السيسي ما بقتش حكايه ال 25,000، لكن بقت حكايه استدعاء الناس للرجل في لحظه الخطر. يعني هذا الشعب المصري بيستدعي رجاله وبيصنع ابطاله وبيستدعي مؤسسته العسكريه في لحظات الخطر. يعني اعلى كانت توكيلات كانت بتاعت حازم ابو اسماعيل وعمر سليمان، كانوا 53,000 توكيل. ايوه. طب دلوقتي احنا وصلنا 320 وشويه بالظبط. فهي السيسي و52 لحمدين. فكويس قوي. طب ليه ما كفايه كده بتهيألي؟ ما هي ما بقتش، ما انا بقول لحضرتك ما بقتش حاله ال 25,000، بقت الحاله نفسها حاله استدعاء المشير السيسي ليتحمل مسؤولية قيادة مصر في هذه المرحلة. وهو لما اتكلم في البيان بتاعه اتكلم كلام بسيط جدا وعميق جدا ومحدد. في البداية كان هو قليل الكلام أصلاً. في البداية اتكلم عن عن جسامة المسؤولية، وعن ازاي الشعب ده ما حدش هيفرض عليه رئيس ابدا. وبعد كده اتكلم عن الشراكة في صنع المستقبل، ان المستقبل ده مش هيصنعه لوحده. وبحزن شديد وهم شديد قال ان احنا دولة غنية وبتعيش على المعونات، وده غير مقبول. غير مقبول ان احنا نستمر نعيش على المعونة، عايزين ندي معونات. غير مقبول ان يبقى في ناس ما بتشتغلش، ده كلامه مش كلامي. غير مقبول ان يبقى في ناس مرضى، ان ده كله غير مقبول. فلما نقل للمستقبل قال المستقبل احنا شركاء في المستقبل. فهو حط تصور ما. وجود حمدين، يعني حمدين له ارضيه كويسه. نعم. وله ناسه وله ناس بتدعمه كتير. وجود حمدين بيعني ان احنا بصدد عمليه انتخابات ديمقراطيه حقيقيه. وجود المستشار مرتضى منصور، وجود السيده هدى الليثي ناصف، انا ظني كمان ان في ناس تانية هتظهر. يعني الحكايه لسه في ناس نازله لسه، ممكن يبقى فيها مفاجآت كمان. فخلينا يعني الاغلبيه، قطاعات كبيره من الشعب المصري داخله لعمليه الانتخابات على انها انتخابات على بناء استعاده مصر وبنائها. يعني بالظبط كده انت بتستعيد الدوله دي. نعم. اللي سرقها الاخوان. صح. وزي ما بعض الشباب كاتبين الاخوان اللي سرق الثوره لانه سرق فاحنا حطيناه في السجن، واخد بال حضرتك؟ فاستعاده الدوله دي اللي تخربت وتدمرت كثيرا. نعم. واحنا في الوقت اللي قبل الوقت الضايع تقريبا، ويعني بلغه بتوع الرياضه، واستعاده الدوله المصريه وبناء الدوله المصريه التي يجب ان يكون لها دور قيادي اقليمي بحجم قوتها وبحجم سكانها وبحجم موقعها وبحجم الدور المنوط بيها. فهي احنا داخلين انتخابات على المستقبل. أيوة. نعم. هناك من يقول ان بعض المحيطين بالمشير السيسي من رجالات مبارك. انت شايفه ان ممكن المشير السيسي يستدعي رجال مبارك مره اخرى؟ يعني من الكلام القليل اللي صدر عنه، يعني هو في مره من المرات قال لا عوده للنظامين.
نعم. وانا يعني عندي يقين ان الكلام ده كلام حقيقي وبيرد على المخاوف اللي انتابت كتير من المصريين. نعم. لكن هو يقول لا عودة للنظامين، هم ما بيقولوش لا عودة، هم في معركتهم من اجل البقاء. اللي عنده 100 جنيه يا استاذ حمدي بيحافظ عليها وبيدافع عليه، ما بالك اللي عنده مليارات؟ هو بيدافع عن مصالحه. يعني هقول لك حاجه مثلا، وده مش سر. نعم. في مؤتمر من المؤتمرات الكبيره اللي اتعملت في قاعه المؤتمرات، ايوه، كان مؤتمر مصر بلدي، ما اعرفش ولا ايه حاجه كده يعني. اللي صرفت على المؤتمر ده من A to Z هي شاهناز النجار. كويس؟ ودي معلومه بقى من عندهم من جوه. ده انا حضرت المؤتمر ده. ده انا ارجع فين ده؟ خلي بالك بقى. طب اعمل ايه دلوقتي؟ طيب خلي بالكم. دي طبعا النظام مبارك بيراجع يحافظ على مصالحه، راجع لانه متصور ان المشير السيسي هيبقى بتاعه، هيعمل تشريعات علشان يحافظ على مصالحه. لا لا طبعا لن نقبل، والشعب مش هيقبل كده يعني. وهل السؤال بقى احنا هنسيب لا لا الحكايه يبقى لا عوده لنظام مبارك ولا لنظام مرسي؟ لا مرسي هيرجع بنظام ولا مبارك هيرجع بنظام. والرهان الوحيد يا استاذ حمدي نعم على حاجتين. الحاجه الاولانيه هذا الرجل اللي ارتضينا ان هو يقود البلد ديت في المرحله دي، والحاجه الثانيه احنا اتغيرنا، مش كده؟ والخوف راح والخوف راح والناس كتير قوي حتى الفلاحين الغلابه بقوا بيفهموا في السياسه اكتر مننا. وقدمنا ودفعنا ثمن. نعم. دفعنا ثمن غالي كمان. نعم. دفعنا ثمن من ولادنا ومن وقتنا ومن فلوسنا ومن شغلنا. احنا بنعمل حاجه بقالنا 3 سنين. ومن حريتنا نعم. بالظبط. ومن عينين ولادنا. يعني وفي اغلى من العينين بقى. انا بيتهيألي اللي مات ارتاح، لكن اللي فقد عينه وفقد عينينه ده مش دول ولادنا برضو؟ والمصابين اللي 12,000 مصاب مش دول دفعوا ثمن؟ الثمن اللي اتدفع من دول احنا تعاقدنا مع السيسي على العيش وعلى الحرية وعلى العدالة الاجتماعية. العقد اهو، والعقد شريعة المتعاقدين. احنا تعاقدنا معاك ومضينا العقد. فاحنا وهو قال كلمة مرة، قال اللي شال الاولاني وشال الثاني يشيل الثالث. كويس؟ فاحنا لا احنا اللي كنا قبل كده ولا السيسي. هو السيسي اللي كان قبل كده. احنا اتغيرنا وهو اتغير والدنيا كلها اتغيرت. الناس زي ما انت بتقول اللي في ثالثه اعدادي الفلاح والعامل بيتكلم في السياسه النهارده، فاحنا مش هنسكت مننا. فبتوع نظام مبارك اللي بيننا وبينهم ايه؟ القانون، دولة القانون والعدل. دولة القانون والعدل والحق، ومش هنسيب لهم يعني اموالنا ولا اراضينا ياخدوها ولا ما تعمليش تشريع النهارده يخدم عليهم ويعفي فئات كتيره قوي من الحد الاقصى. ما قول لي الحد الاقصى ده الحد الاقصى يا استاذ حمدي اخطر من الحد الادنى. هو ده اللي في ايدينا، نقدر نسيطر عليه، هو اللي جاب لنا فلوس. يعني البلد دي فيها واحد بياخد مليون، واحد بياخد 2 مليون، واحد بياخد 5 مليون في الشهر. عشان ايه؟ واحد بياخد 200 جنيه و300 جنيه و500 جنيه، وواحد مش لاقي ياكل، بياكل من الزباله. الله. يعني ده انت عندك ده انت عندك لا انا ابدا بنفسي واحدد حد اقصى 20,000 جنيه 25,000 جنيه واللي شايف ان هو يستاهل اكتر من كده يضحي بالزياده ديت عشان خاطر البلد. عارف ده هيحصل امتى؟ او يمشي. ده هيحصل لما تبقى دي روح النظام. روح نظام مبارك كانت روح الفساد، فكان الفساد حاجه عاديه جدا. روح النظام اللي جاي لازم تبقى روح ان احنا عايشين في بلد بتدي حق الفقراء، قايمه على العدل وقايمه على الانتاج. لازم يبقى عندي انتاج عشان يبقى عندي توزيع، يبقى عندي عدل. طب معانا على التليفون الاستاذه ساميه زين العابدين. الو. ازيك يا استاذ حمدي؟ الاستاذه ساميه المراسل العسكري لجريده الجمهوريه. اهلا وسهلا استاذه ساميه، ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. انا نائب رئيس التحرير ورئيسه القسم السياسي والعسكري. رئيسه القسم السياسي، انا اسف حقك عليا يا ست حضرتك. ولا يهمك يا باشا، انا بصلح بس. ماشي. مساء الخير يا استاذه ساميه، ازيك؟ معانا الاستاذه نور الهدى. ازيك يا استاذه ساميه؟ اهلا، ازيك يا استاذ؟ اهلا بيكي. احنا بنقاتل في الشوارع يا استاذه. استاذه ساميه، امبارح كان احتفالات 6 ابريل بذكرى 6 ابريل الحركه دي.
هذه الحركة أنت شايفاها إزاي؟ هل ما زال لها زخم في الشارع المصري؟ لا. ولا شايفة إزاي؟ ولا ليها اي دور في الشارع المصري. 6 ابريل تعتبر انتهت كحركه كان الناس مع الاسف بتثق فيهم. نعم. لكن مع مرور الوقت، ويمكن انا من اوائل الناس اللي كنت بهاجمهم، ومن اوائل الناس اللي قلت ان حركه 6 ابريل دي ليست حركه وطنيه كما يدعوا. وبالتالي انا يعني مع الاسف الشديد الذي اوصل شبابنا، لان هناك شباب مغيب، شباب تم اللعب في دماغه، وشباب رايح عن قصد وعن طواعيه. هو حكم مع الاسف فساد كان موجود. سابوا شبابنا فريسه سهله، الناس تلعب في دماغهم وتلعب بمخدرات الفقراء وتلعب على اوطانهم. وبالتالي 6 ابريل لقت مناخ جميل جدا ومناخ صخب عشان تبدا تنتشر وتبدا بس على اساس تعمل اللي عايزه تعمله. الصوت بعد يا استاذه ساميه. نعم. الصوت بعد شويه، الشبكه عندك. يعني ناس باعت بلدها وباعت وطنها مع الاسف من اجل الدولار. هو النهارده بيعترضوا على الحكم بتاع احمد ماهر والحكم بتاع احمد دومه، على اللي هو 3 سنين سجن دول. يعني احمد دومه ما حدش اتكلم على احمد دومه اللي ابوه سعد دومه القيادي الاخواني الفلسطيني. يعني بس بقى قيادي اخواني، لا ده قيادي اخواني حمساوي من فلسطين. فالنهارده احمد دومه والده قيادي حمساوي من فلسطين؟ امال ايه؟ الناس مش عارفه ان احمد دومه ابوه احد القيادات الاخوانيه وفلسطيني هيتلاقي من حماس. ما حدش يعرف المعلومه دي ازاي؟ لا انت بتقول لنا يا استاذه سامي. انا بقول لحضرتك معلومه، ما بقولش دي معلومه مش توقع يعني. طبعا وانا كتبتها قلتها لك. احمد دومه ابوه سعد دومه الفلسطيني القيادي الاخواني. هو امه مصريه فاخذ الجنسيه المصريه. ومحمد عادل ابن اخت احمد منصور. تمام. وكان في المظاهرات واحداث ميليشيات الازهر 2006 ميليشيات الازهر. طبعا مريل وحطت الشعار بتاع لا اله الا الله محمد رسول الله كانهم هم المسلمين واحنا كفار. ده محمد عادل ولا عبد الرحمن عز؟ عبد الرحمن عز. الناس كلها شافته في الفيديوهات. وهو واقف اولا بيحاول في 25 يناير ازاي يستنشق الشرطه ويحتك بيها. ثم الناس شافته بعد كده في الفيديوهات وهو واقف يقول الطيارات بتضربنا واحنا بنضربها والمدافع ازاي يعني. فيعني ما حدش يقول ان دول غلطانين. طب اللي حضر في النقابه امبارح في الاحتفاليه اللي هي الذكرى السنويه في يوم 6 ابريل اللي حضر 49 واحد كانوا واقفين على سلم النقابه وقعدوا يقولوا الفاظ. الاستاذه نور الهدى زكي بتقول الفاظ مشينه جدا يعني لا يصح ان تصدر من لا بنات ولا من رجاله حتى. هو العيب مش عليهم، العيب على نقابه الصحفيين اللي فتحت لهم الباب. لا بتقول ما فتحتش الباب النقابه، وقفوا على سلم النقابه. محدش بيدخل جوه النقابه انت عارفه. ما حدش دخل جوه النقابه يا استاذ بيبقى ده على السلم. كانوا بيقولوا عاملين مؤتمر صحفي جوه النقابه فانا ما تابعتش بصراحه. لكن اللي انا عايزه اقوله ان 6 ابريل اهانت كل الرموز الوطنيه السابقه امثال الرئيس جمال عبد الناصر وانور السادات والعديد من القيادات العسكريه من جيشنا المحترم ومن القيادات الازهر الشريف. الناس كتير جدا طلعوا في مظاهرات واهانوا هؤلاء. فبالتالي يعني طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب. فهو ده اسلوبهم. بشكرك جدا الاستاذه ساميه زين العابدين رئيس قسم العسكري بجريده الجمهوريه. نعود للاستاذه نور ونرجع تاني زي ما هي قالت النهارده 6 ابريل انتهت تماما. دلوقتي هي في قضايا النهارده اللي في الحكم في محكمه الامور المستعجله وفي القضيه بتاعتي في القضاء الاداري اللي هي القضاء المختص فعلا. قضيتك بايه؟ بحظ انشطه 6 ابريل برضه دي مرفوعه بقى لها سنه وشويه. انا يا استاذ حمدي انا مع تطبيق القانون. نعم. يعني احمد ماهر لو انت
عندك ادله قانونيه تصمد امام القضاء قدمها، لكن احمد ماهر محبوس ليه؟ يعني عارف. وبعدين فهنا بصرف النظر محبوس يعني لخلق قانون التظاهر. ما هو حكايه خلق قانون التظاهر دي يعني، وعنده تمويلات اجنبيه كتير. ما هو يقدم ده بقى، تقدم دوت، لكن لحد النهارده هو ما قدمش امام قضاء طبيعي يقول ان دي مستندات حبسه لانه حصل على تمويل اجنبي. لا بس هو لا، دي حاجه ودي حاجه. هو دلوقتي خرج قانون التظاهر. انا برضو يعني حابه اتكلم سريعا في هذه النقطه. نعم اتفضل. الحقيقه يا استاذ حمدي، يعني قانون التظاهر اللي صدر ده في 4 جهات على الاقل اللي انا اعرفهم قدموا تعديلات على قانون التظاهر. نعم. المجلس القومي لحقوق الانسان، الجمعيه الوطنيه للتغيير، حزب التجمع، الوزير زياد بهاء الدين، نعم. والفريق القانوني اللي كان شغال معاه. كويس. نعم. ال4 جهات دول اتاخد التعديلات واتحطت في الدرج. زياد بهاء الدين اللي كان عايز مصالحات مع الاخوان. لا ما دي قصه يعني ثانيه، دي قصه ثانيه، لكن اتقدمت تعديلات. توجهه معروف. ما لا ما بصرف يعني. لا انا مش هتهم حد بحاجه، انا بقول لك مين ال4 جهات. نعم. كويس. فهي السؤال دلوقتي، انت جالك تعديلات على هذا القانون وخدت التعديلات رميتها. نعم. قانون التظاهر على الارض في الواقع اهو سقط، يبقى لازم تعدل فيه، لازم تعدل فيه. انت النهارده انا مش عايز اختار، وعايز المظاهره تبدا امتى وتنتهي امتى، وعايز الشعارات ايه، وده اللي معمول بيه في اوروبا كلها. معمول مش بيه جديد. ده في اوروبا كلها كده. بس كمان يعني ما تقبضليش على الناس العاطل في الباطل، خصوصا ان انت كده بتدي رساله ان انت بتعمل انتقام من الثوار بتوع يناير. لا عاطل في الباطل ازاي بقى؟ ما هو كده بالظبط. بص يعني هقول لك حاجه، العيال اللي طلعوا قدام مجلس الشورى، نعم، هل الحكايه كانت تستحق هذا الضرب والاهانه والعجن في عربيه الترحيلات ورمي البنات في طريق الصعيد بالليل والمهزله اللي حصلت دي؟ ليه رموها ليه؟ رموهم بعد ما طلعوهم من الاسم. البنات اللي اتضربوا هيرميهم في طريق الصعيد ليه؟ لا زي ما كانوا بياخدونا ايام مبارك، يحطوا الناس في العربيه زي ما عملوا مع الدكتور المسيري وراحوا رامينه هو ومراته. ما هي العقيده ما اتغيرتش، الشرطه بتحمينا، في عسكري شرطه وضابط شرطه هنا بيحمينا وبيموت. بس ده مش شغل ممنهج يا استاذ. خليك معايا في هنا، انا لا عايز الضابط المفتري ولا عايز الضابط المنكسر. انا بقول مش ممنهج يعني. لا لا في ممنهج. تجاوزات. لا مش على طول. ما هي العقيده يا استاذ حمدي ما اتغيرتش، لان هم دول هم في هنا ضابط بيموت وعسكري بيموت، وفي هنا ضابط مفتري، مش كده؟ انا يعني انا عايزه يحصل تغيير ما. هو انت حطيت ايدك عليه. انا اتصلت كذا مره للامانه باللي هو ابو بكر عبد الكريم اللي هو مساعد الوزير لشؤون حقوق الانسان. وللامانه 4 حالات طلعهم لي. ما هو ما ينفعش اتقبض عليهم لا على فكره ما ينفعش يطلعهم لك لانك لا هو فحص. انا قلت له الناس ديت مش اخوان فعلا، واتاخدوا في وسط اللي هو، فلما استعلموا عنهم طلعوهم على طول. انت حطيت ايدك على الشاب او على البنت، يعني وقفت خطره، خصوصا ان هو خطره انه انه بيهتف. يعني بتوع مجلس الشورى دول ما عملوش حاجه. كان عايز رايح يقتحم مجلس الشورى. لا ولا يقتحم ولا حاجه. ده انا عارفاهم واحده. انا كنت واقفه قدام الاسمين وعارفه. ما انا شفت احمد ماهر. واخد بالك احمد ماهر ما كانش في مجلس الشورى، ده كانت منى سيف ونازلي ومي وما اعرفش البنات والولاد. هي الحكايه كده بالظبط. انت حطيت ايدك عليه ووقفته. انت ما عملتش التدرج اللي اتقال عليه، انك تستخدم الميكروفون وتستخدم الميه وتستخدم الغاز وما اعرفش ايه، والفروق تبقى 10 دقائق ولا حاجه. هي الحكايه كده. احنا محتاجين يعني اعاده نظر الوقت في القانون. بس انا عايز اقول حاجه، هو ده يظل قانون مؤقت. يجب على كل الشباب اننا نصبر شويه. اول مجلس الشعب ما هيجي ده مرسوم بقانون صادر عن رئيس الجمهوريه المؤقت. انا معاك. لابد من عرضه على مجلس النواب القادم. فاذا لم يعرض اعتبر لاغي. سقط بقوه القانون. ان شاء الله مجلس النواب القادم هيعدل بما يتوافق مع استقرار البلد ومع حقوق الانسان. بشكركم اعزائي المشاهدين، وبشكر ضيفتي العزيزه الاستاذه نور الهدى زكي الكاتبه الصحفيه والثائره العظيمه. شكرا استاذه نور. استاذ حمدي. بشكركم اعزائي المشاهدين، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.